التشكيل على الملكان بيتطلب مني ان انا ابتدي اعرف المقاسات بتاعتي، وخاصة لو انا مبتدئة عايزة اعرف ازاي اشكل على الملكان وايه المقاسات بتاعتي بالظبط. اهلا بيكم في قناتي دودي بوريس، والنهاردة هنعمل هنحدد خطوط الملكان عشان لما ابتدي اعمل اي موديل يبقى معايا سهل جدا. كل اللي هحتاجه طبعا الملكان بتاعي. احنا في الحلقة اللي فاتت شفنا ازاي فكينا الملكان من الكيس والورق بتاعه وركبناه قطعة قطعة. الملكان بيجيني ملكان والماسورة اللي هي الحامل بتاعت الملكان، والقاعدة اللي هي مثلث من تحت. طيب اول حاجة عندي انا هحتاج شريط ستان اللي هو الرفيع ده كده، ده وهو ده اللي انا هبتدي اشكل بيه الملكان. اول خطوة عندي انا عايزة اعمل الخطوط العرضية بتاعت الملكان، وبعد كده هبتدي اعمل الخطوط الطولية، وهيبقى عندي الملكان جاهز ان انا ابتدي اشكل عليه. اول حاجة عندي هعمل ايه؟ هبتدي اخد دوران الصدر. طبعا معروف دوران الصدر بيعدي على اعلى نقطتين عندي، اعلى بروز عندي في الجسم اللي هي دوران الصدر. هبتدي اعمل ايه كده على اعلى بروز في الجسم. هبتدي احط الدبوس. اخلي بالي ان انا احط كل الدبابيس في اتجاه واحد علشان مفيش حاجه تعاكس معاكي او تمسك معاكي في القماش كده كده. اكتر حته فيها الدوران اللي هي بتاعت الصدر دي اخدها بالدبابيس بقدر الامكان عشان تطبع معايا الدوران بالظبط اهو كده. لا في اي حاجه علشان لما اجي اعمل الموديل بتاعي مفيش حاجه تعاكس معاكي. اثبت كل ده، خلي كل الدبابيس في اتجاه واحد كده. وهبتدي اجيب الناحيه التانيه بنفس الطريقه اهو. اظبط ايدي الخط يكون قد بعض. كده عملنا الخط الاولاني. كده تعمل الخط الاولاني. طبعا بالنظر انت بتشوفي كله تمام كده مظبوط. هو الخط الاولاني هو اللي بيظبط معاكي كل حاجه اهو. كده الخط الاولاني اتعمل خط الصدر تمام. الخط الثاني عندي دوران الوسط كده، وده بيبقى الملكان متحدد عليه اهو. هعمل ايه كده
حاجه هنا هنعملها في خط الوسط، هنتعلمها مع بعض كده. انا ثبت الجنب من هنا، وهثبت الجنب من هنا. اخلي بالك معايا، هاجي هنا في الامام في النص وهنزل سنتي، وهاجي في الظهر نفس السنتي اللي انا نزلته من الامام هنزله من الخلف. ده ايه الهدف منه؟ علشان يديني الكيرف، هيديني الكيرف بتاع الوسط، الشكل الجميل ده اللي هو الجنبين اعلى من الوسط بسنتي تقريبا. بثبت كل ده بجيسي زي ما هي كده. كده انا عملت الخط الاولاني والخط الثاني بتاعي. الخط الثالث انا بجيبه ازاي؟ الخط الثالث المعتاد بتاعنا ان الخط الوسط لحد خط الهنش او خط الهيب هي عندنا 20 سم. هعمل هنا ال 20 سم واحط دبوس هنا، وهاجي كده ال 20 سم كده وهحط دبوس. بمنتهى البساطة هبتدي اجيب الشريط بتاعي، انا عرفت اوله واخره هنا فين اهو. هبتدي اشد الشريط بتاعي على العلامة بتاعتي كده، وابتدي اقص. طيب ولنفرض مدى مداد انا ايدي نزلت سنتي او طلعت سنتي، وانا بدون ما احس المقاس ممكن يختلف معايا. بمنتهى البساطه هنجيب المازوره بتاعتنا وهنعمل كده، ادي ال 20 سنتي، ومن هنا ادي اهو، ادي ال 20 سنتي بالظبط، شايفين؟ وابتدي اثبت. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اثبت الخط ده كله. انا طالما ظبطت كمان في حاجه تاني، انا نزلت هنا سنتي، فاكرين السنتي اللي هو بتاع الظهر؟ هبتدي اقيس هنا، هبص الاقيه 19 سنتي اهو، 19 سنتي تمام. هقيس هنا الجزء الامامي بتاع البطن هلاقيه برده 19 سنتي اهو. يبقى انا كده ماشيه صح. هبتدي اثبت بالدبابيس ماليش دعوه بالخياطات بتاعه المانيكان. كده ظبطنا المانيكان بتاعتي كله تمام كده اهو. طب هبتدي اعمل ايه كمان؟ هبتدي اخد خط النص عندي، نص المسافه من البروز ده للبروز ده هو خط النص عندي. هبتدي اخدها من اول الرقبه هنا كده، كده لحد اخر طول المانيكان عندي ايه كمان من الخطوط المهمه عندي في المانيكان؟ زي ما انا عملت خط النص هنا، هعمل خط النص عندي من الظهر. خط النص من الظهر عندي في نص دوران الرقبه هنا كده، وهبتدي اخد الخط بتاع المانيكان. طيب ولنفرض انا حاسه ان انا هتلخبط وحاسه ان الخط مش هيطلع مظبوط عندي. طبعا هي الحكايه كلها تمرين، وانت لما هتشتغلي مره مع مره مع مره هتلاقي الحكايه بقت سهله بالنسبه لك. طيب انا عايزه اعمل ايه؟ انا هثبت كده كده وهوريكي عشان تتاكدي. زي ما احنا فاكره اخدنا المقاس من هنا 20
ومن هنا لهنا 19 عشان السنتي اللي نزلناه. هنعمل بنفس الطريقة دي التأكيد على مقاساتنا كلها اهو. هبتدي اشيل الخط ده كده. طب اتأكد ازاي يا مدام وداد؟ نتأكد كده. اخلي بالك معايا، هاخد المازورة بتاعتي وهاخد المقاس من هنا كده ودوران الصدر كده لحد النقطة، من اول هنا. اثبت هنا اهو، انا ثابته اهو بايدي هنا، وهاخد دوران الصدر لحد النقطة بتاعة الجزء اللي هو الخط الامامي عندي هنا 48 سنتي. هبتدي اخد الناحية التانية هقيس نفس المسافة اهي كده، وهظبط اهي 48 سنتي. نفس المسافة هنا هي هنا. هاخد مقاس البطن عندي الدوران من هنا اهو، عندي هنا 36 سنتي. هلف الملكان كده وهاخد المقاس هنا من هنا لهنا 36 سنتي اهو. ولو اخدت المقاس بتاع الهانش برضو هو نفس المقاس عندي. يبقى انا كده ماشيه صح. الملكان بتاعي بيتفصل معايا نقطه نقطه بمنتهى البساطه، ومفيش اي خوف او ان انا اخاف ان انا اغلط. هبتدي اعمل ايه كمان؟ هبتدي اعمل مقاس البنسة والصدر عندي. هبتدي اول حاجة عندي هنا هاخد كده، انا سبت الجزء ده عندي سليم علشان اطلع بيه لبنسة الظهر. تمام. هاخد المقاس بتاعي كده، مش هثبت غير لما اتأكد ان انا صح. ازاي؟ اول نقطة عندي هاخدها اعلى نقطة اللي هي البروز بتاع الصدر، هثبت عندها كده. تمام. وهبتدي اشوف بالمزورة مسافة الكتف عندي كده. انا عندي هنا الكتف 11 سنتي، يبقى انا هثبت على 5.5 كده، على 5.5، وهبتدي اثبت بالشريط بتاعي اهو. تمام. نص مسافة الكتف هتطلع عندها اللي هو الخط ده اللي هو بتاع البنسة بتاعت البرنسس بتاعتنا او البنسة بتاعت التكسير. هبتدي اطلع بالخط ده كده على طول اهو كده لحد تحت. فيها حاجة صعبة؟ ادي كده، ادي الخط الامامي بالبنسة. انا سبت الشريط ورا اهو بنفس المسافة، بنفس كده، هنزل بيه لحد نهاية اهو. وابتدي اشيل الزيادة كده. عملنا ناحية. هبتدي بنفس الطريقة هعمل الناحية التانية من القصة بتاعة البنسة او مكان البنس. احنا قلنا هنخلي الشريط ورا عشان نخلي الجزء كامل اهو كده. هبتدي اثبت هنا. اول حاجة بنعملها بنثبت عند الصدر هنا، نقطة اعلى نقطة في الصدر عندي البروز بتاع الصدر ده، هو المكان السنتر اللي بيظبط لي كل الموديل عندي او بيظبط لي كل البنسة اهو كده. اخلي بالي كل الدبابيس اسفة اتجاه واحد علشان لما اجي اشتغل مفيش حاجة تعاكس معايا اهو.
كده عملنا البنسة. هبتدي نفس اللي انا عملته في الكتف عندي هنا هعمل في الكتف برضو الناحية التانية. ال11 سنتي بتاعت الكتف هاخد لحد 5 سنتي ونص النص عندي اهو. وهبتدي انزل هتقيسي نفس المسافة دي هي دي، نفس المسافة دي هي دي، وهي دي هي دي كده. يبقى انت شغلك تمام كله مظبوط، ومقاساتك على الملكان مظبوطة كده. ونقص الزيادة. ادي الملكان بتاعي ابتدى يتشكل اهو. كل المقاسات بتاعتي. عايزة اعمل خط الجنب عندي هنا، خلي بالك معايا في الحتة دي، حاجة بسيطة خالص. هاجي هنا هقيس من الخط ده لحد الخط ده كام؟ 48 سنتي. النص بتاعها 24 سنتي اهو. هنا هحط دبوس على ال 24 سنتي. الهدف من كده هوريكي اهو. يبقى عندي العلامة دي ال 24 سنتي. انا عايزة دايما الامامي بيبقى ازيد من الخلفي بسنتي. بمعنى هدخل الخط بتاع الجنب سنتي لورا اهو، وهبتدي انزل بيه لحد هنا. تمام. هاجي الناحية التانية بنفس الطريقة. هنا هاجي بنفس الطريقة هقيس 48 سنتي بتاعتي اهو كده. ادي 48 سنتي. النص بتاعها ال 24. هنا هحط الدبوس بتاعي هنا اهو، وهبتدي اخد الستان هدخل سنتي لورا، هاخد سنتي لورا وابتدي احط الستان بتاعي عشان خاطر خط الجنب اهو. ادي السنتي بتاعي اهو. ده كده عشان يديكي مقاس مظبوط كده. ونشيل الزيادة كده. الملكان اتقسم معايا، خط الجنب، خط البنسة، وكل الخطوط الأساسية بتاعتي اتعملت معايا اهو. طب ايه فاضل تاني؟ عندي دوران الباط وعندي دوران الرقبة، ويبقى انا كده خلصت كل شغل الملكان عندي انا التفصيل بتاعه. هبتدي اعمل ايه اهو. انا عندي الكتف هنا 11 سنتي. هبتدي من اول هنا اخد كده، هاخد دوران الباط كده كده. احاول اخد الدايرة مظبوطة بقدر الامكان. هاجي هنا عند الامامي وهدخل سنتي، هدخل سنتي لجوه. احنا قلنا ده الجزء بتاع راحة الكتف، عشان دايما بيبقى الظهر عندي اعرض من في الحركة. الدراع اعرض ورا، يعني ورا هنا
حركة الدراع بنحتاج السنتي ده لحركة الدراع ورا عشان خاطر الكم يبقى مظبوط معانا اهو كده. فالسنتي ده اللي احنا دخلناه هنا في الامامي هو ده بيدي راحة الكتف عندي. هبتدي اقص ده كده. فاضل ايه كمان عندي؟ نعمل الكتف التاني وفاضل دوران الرقبة كده. فاضل معانا هنعمل دوران الكتف التاني بنفس الطريقة. ببتدي اثبت هنا عند بداية الكتف. لو انا لسه مش متمكنة هقيس الكتف عندي هنا، هلاقي الكتف 11 سنتي والناحية التانية برضو 11 سنتي اهو. وهبتدي اخد الدوران بتاع الباط. طبعا احنا متفقين ان انا بدخل سنتي هنا، بدخل سنتي هنا في الامامي علشان يريح معايا الكم اهو. السنتي ده في الامامي بس مش في الخلفي اهو. احنا بنراجع مع بعض. انا عارفه ان انتي شطوره وخلاص حفظتي الدرس وحفظتي الكلام اهو. هبتدي اشيل الزياده كده. اتاكد ان الظهر عندي اهو، ان الظهر عندي مظبوط، وان الامامي انا داخله السنتي الناحيه دي قد الناحيه دي بالظبط كده تمام. فاضل ايه كمان عندي؟ اخر حاجه في المانيكان عندي هعمل ايه؟ هبتدي اخد دوران الرقبه من ورا، دوران الرقبه من ورا ودوران الصدر. احنا هنشتغل على الدوران العادي اللي هو بيبقى الحوض المقفول، اللي هو الدوران ده الحوض المقفول. دي اساسيات الباترون عندي. انا بشتغل كده وبعد كده انا بعمل بلون تاني من الستان. حاولي يبقى في لونين معاكي شغاله بيهم. اللون الاساسي اللي هو اللي احنا عملناه البينك ده اللي احنا ثبتنا بيه على المقاسات الاساسيه بتاعت المانيكان، ولكن اللون التاني اللي هتشتغلي بيه سواء الاحمر ابيض اي لون حضرتك ما يلخبطكيش، المهم تشتغلي بيه. هتعملي بيه القصه او الموديل اللي انت عايزاه ونشتغل عليه القماش. هنشتغل على صاحبنا ضيفنا المانيكان معانا في الحلقات اللي جايه ان شاء الله على موديلات هنفصلها عليه قطعه قطعه مع بعض تمام. هبتدي دلوقتي اعمل الدوران بتاع الرقبه عندي اهو. احنا قلنا هنشتغل على العادي جدا اللي هو الدوران بتاع الرقبه اهو. ده المعتاد بتاعي. اخلي بالي في نزول للرقبه هنا ال 2 سنتي كده اهو. كده وبنزل النزول العادي كده. النزول العادي بتاع دوران الرقبه عندي اللي هو الحوض الطبيعي خالص في اللبس اهو. كده لحد لما بوصل للاخر خالص كده. كده خلصنا المانيكان بتاعنا، اتعمل بالتفصيل بتاعه كامل اهو. دي حلقتنا النهارده عن
تخطيط الملكان بالخطوط الأساسية، خط الصدر، خط الوسط، خط الهيب أو خط الهانش، مع دوران الرقبة، مع دوران الباط، مع الخطوط الرئيسية اللي هي بتاعة البنسة وخط الجنب. تمام، دي حلقتنا النهاردة. أتمنى تكون الحلقة سهلة وبسيطة وتتعاملي مع الملكان صح، وهنتعامل موديلات جميلة جدا على الملكان بإذن الله مع بعض، مع تقسيم الملكان أو تخطيط الملكان. احنا كده عملنا خطوة خطوة مع بعض. الحكاية سهلة، مفيهاش أي حاجة صعبة، وبإذن الله ممكن انت تعملي كل ده بمنتهى البساطة. الملكان مش غالي، الملكان انا جبته من الرواعي ب 250 جنيه، طبعا أجر بسيط خالص. في أنواع تاني أغلى من كده، وفي أنواع أبسط. أنا بحاول أجيب الحاجة السهلة جدا ليكي، عشان انت لما تتعلمي ما تلاقيش الحاجة صعبة أو غالية فما تتعامليش معاها. لا، الملكان مش غالي، بيتراوح سعره طبعا حسب المقاس. ده مقاس 48، ده كان في حدود 250 جنيه. أتمنى تكون الحلقة سهلة وبسيطة، ولو في أي سؤال اسألي وأنا معاكي. النهاردة صاحبنا كان في الحلقة صاحبنا الملكان الجديد معانا، وبإذن الله هنتعامل معاه وهيكون صديق معانا في كل الحلقات. من فضلك لايك وشير على الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل، هيوصل لك كل جديد نازل على القناة. وبإذن الله هنتعامل مع الملكان في موديلات جميلة جدا وسهلة جدا. شكرا لحضراتكم، ومن فضلك لايك وشير واشتراك في القناة وفعل زر الجرس على الكل. شكرا، نورتوني.